بصور اهو دلوقتي. اعمل لك اكل ايه النهارده؟ يا دي موضوع هتاكلي ايه؟ ده بيقولك لو حد اكل البسله والفول والبيض هيتحقق معاه دلوقتي. ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ ده بيقولك في واحد ممسوك عليه ورق يوديه ورا الشمس. ده ورق ايه ده؟ ورق عنب. استنوا، هو احنا وصلنا لكده امتى؟ فكرة الاكل موجودة من اول ما الانسان اتخلق، بس الحاجة البسيطة دي بقت دلوقتي موضوع وفي جدل واراء وعركة كمان او خناقة. بس سيبنا من كل ده وتعالوا نرجع بالزمن لورا شوية. من آلاف السنين وفي مصر القديمة الأكل ما كانش محتاج تفكير كتير، مفيش نظام غذائي ولا حساب سعرات ومفيش دايت وكل خاص بدل عيش. كان في قاعدة واحدة ثابتة، اللي يطلع من الأرض يتاكل. كانوا بيزرعوا شعير وقمح وعدس وفول، أكل يشبعك. ووقت فيضان النيل يصطادوا سمك والحياة ماشية. كان عندهم انتماء للطبيعة بكل أشكالها وأكلها، وصحتهم كانت حديد. دول بنوا الحضارة والأهرامات، والجيم بتاعهم كان تكسير الحجار مفيد لحرق الدهون. المصري القديم بنى حضارة كاملة وما طلعلوش كرش. ما خدتش بالك؟ احنا قاعدين نحرق في شاي أخضر بعد وجبة دسمة ما شاء الله علينا نتحسد. الفراعنة القدماء كانوا عندهم أنواع خبز كتير، حوالي 40 نوع. كانوا بيزرعوا كل النباتات حتى النباتات العطرية زي البردي واللوتس. وكانوا بيحبوا الفاكهة، عنب، تين، رمان وبلح. واحيانا يطبخوا الاكل بالفاكهه. يا سلام، كانوا ناس رايقه. يعني تاكل كبده بتين او بطه مشويه مع تمر. ووقت فيضان النيل كانوا يصطادوا اسماك وياكلوها، ويربوا اغنام وماعز وطيور زي البط والحمام وبرضه ياكلوها. بس الحقيقه هم ما كانوش بياكلوا فراخ وبيض، لان ده انتشر في عصر الاغريق والرومان. كل المصريين القدماء كان عندهم مطابخ في بيوتهم بكافه الطبقات، افران خبز، معالق وسكاكين. وكانوا بياكلوا بايديهم عادي كمان. حتى الملوك عندهم في المطبخ روحايه عباره عن حجر فوق بعض لطحن الحبوب علشان تبقى دقيق يخبزوه، عيش، اواني للطهي واواني لحفظ الميه. حتى الحلويات كانوا بيعملوا العسل من البلح، حاجه كده زي دبس العسل. كانوا شايفين العسل حاجه مقدسه ودينيه، وبيقولوا ده من دموع الاله رع. يعني كانوا بيحولوا الحزن لحلاوه. واحنا دلوقتي بنحول الاكل لصداع ونظام طيبات. ومع الوقت الاراء كترت وبقينا محتاجين نسال قبل ما ناكل. والمفارقه الغريبه ان كل ما بقينا نعرف اكتر عن الاكل كل ما بقينا محتارين اكتر. احنا مش محتاجين نظام جديد، احنا كل اللي محتاجينه نرجع عاديين. خلصت اهو. بتقولي ايه؟ الفراوله اللي كانت جوزها بالاي اي طلعت ترند؟ يا ساتر يا رب.